فجرت المغنية المغربية المعتزلة ومصممة الأزياء بسمة بوسيل مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانها الانفصال عن زوجها النجم المصري تامر حسني. وقالت بسمة بوسيل عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام أنها والنجم المصري تامر حسني منفصلين منذ فترة، حيث بدأت في التحضير لإجراءات الطلاق، مدونة في منشورها: لكل الناس اللي بتبعت لي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل لي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتوا لي أي حاجة عشان مش فارقالي أي صور. وتابعت: كمان أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتوا لي أنا أي حاجة، بالتوفيق للجميع. وكان النجم المصري تامر حسني قد تزوج من المغنية المغربية بسمة بوسيل في العام 2012 بعد قصة حب أثمرت عن زواج وثلاث أطفال هم تاليا وأمايا وآدم. وكانت قصة حبهما قد بدأت من علاقة عمل لصداقة ثم تطورت إلى حب، هكذا وصفها تامر حسني حينما أعلن رسميا زواجهم من بسمة بوسيل في 30 من أغسطس لعام 2012، حينما تأكد الثنائي من مشاعرهما وتوجه إلى والدها لطلب يدها ثم عقد القران. وكان آخر ظهور لبسمة بوسيل وتامر حسني خلال احتفالهما بعيد ميلاده ال44 في أغسطس المنصرم، حيث ابتكرت بوسيل طريقة للاحتفال به، فقد ظهر الثنائي وهما يرتديان قميصين مطبوع على كل منهما صورة تجسد وجه تامر حسني، حيث علقت عليها بأسلوب رومانسي وكتبت بوسيل على الصورة: كل سنة وأنت حبيبي، وهي عنوان أغنية شهيرة أطلقها تامر حسني مؤخرا، حيث رد عليها بالشكر قائلا: كل يوم وأنت حبيبتي وروحي وعمري. وسبق ذلك احتفال تامر حسني بعيد ميلاد بسمة بوسيل، وذلك قبل 3 أشهر من عيد ميلاده، تحديدا في شهر مايو المنصرم، حيث فاجأها بتصميم مقطع فيديو يضم عدة صور لها على أنغام أغنيته الشهيرة كل سنة وانت طيب، كما وجه إليها رسالة رومانسية باسمه واسم أبنائه منها.